السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جيتكم بسلطة سهلة سريعة التحضير، ولكن الفائدة ديالها كثيرة وكثيرة بزاف. فدرتها لكم خليط بين الخضار والفواكه، خدمتها هكا دخلت في الخضار خيزو او الجزر وكذلك الخيار، ودخلناه مع الفواكه. بالنسبه للوليدات اللي متيبغيوش لنا هاد الخيار وخيزو فتندخلوا لهم بهذه الطريقه مع الفواكه ونقدموا لهم على شكل سلطه الفواكه فما تحسوش به نهائيا. كما تعرفوا ان خيزو تيتماشى لينا مزيان مع الليمون. انا عندي ليمون هكا معصور باللب ديالو، عندي كذلك السيترون، وعندي حبه ديال الكاكي وحبه ديال الافوكا. عندي هنا كذلك التفاح مقطع هكا رقيق. وهنا تنديروا هذا الخيزو هذا او الجزر تنطحنوه في الاول على هذا الشكل هذا، وحاولوا الا درتوه في الطحانه فديروا ليه الماء قليل وما تردوش ليس بزاف، فضروري تخليوه مهرمش ما تيجيش هكاك مطحون مزيان. كما قلت لكم ما ديروش ليه الماء كثير، ولا تقدروا هكا تحكوه في الحكاكه العاديه اليدويه. انا خدمت الخيار بنفس الطريقه، تنضيف شويه ديال الماء وتنطحن، ولكن كما قلت لكم ما تنطحنوش مزيان، ضروري نخليوه هكا مهرمش. انا تنقطع هذوك الحبات هكا على هذا الشكل هلاليات رقاقين ونضيفوهم لهذاك التفاح. نضيفوا الخليط ديال هذاك الخيار وخيزو على هاد العناصر، وفي الاخر تنضيفوا الليمون والسكر، تيبقى على حسب الذوق، فتقدروا تضيفوا السكر ولا تقدروا تقدموها على هذا الشكل هذا. تكتفيوا بالحلاوه ديال الفواكه فقط. خيزو تيكون حلو، وكما تنعرفوا ان هذوك الفواكه تاهي تكون حلوه. وهنايا تنكملوا كما قلت لكم المراحل، تنضيفوا داك السيترون ونضيفوا الليمون. كما شفتوا الليمون درتو باللب ديالو تيعطينا واحد الختوريه لهاد السلطه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد السلطه ديالنا، ما كاينش ما سهل منها وفي نفس الوقت لذيذه. ترافقوها هكا الغدا ديالكم او العشاء، تجي شي حاجه اللي بسيطه عمليه ولذيذه بزاف، صحيه في نفس الوقت. بالنسبه للوليدات اللي تيرفضوا معكم الخيزو والخيار فدخلوا لهم بهذه الطريقه. كما تنعرفوا ان الاغلبيه الوليدات تيبغيو الليمون والمذاق ديال السيترون وهذوك الفواكه، فتندمجوا عناصر مع عناصر وهكا تكون اكثر افاده، وتنعطيهم الحاجه اللي تيرفضوا لينا بلا ما يحسوا. تجي هكا كما تتشوفوا خاطره تنهزو هكا بالمعلقه، تنهزو داك اللب داك الخيز هكا تيكون مهرمش، وداك الخيار تعطيونا واحد الختوريه، كذلك اللب اللي احتفظنا به ديال الليمون وهذيك الفواكه. فبعد ما تنطلقوها في هذاك العصير ديال الليمون وديال السيترون فتترجع تطلق حتى هي لينا تطلق لنا واحد الماده في هذوك الفواكه، تطلقوا واحد الختوريه في هذاك العصير او في هذيك السلطه، تجي واحد السلطه عاقده وبصحه وراحه.